السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر عكاشة دكتور مايكروسوفت. انا النهارده جاي اتكلم عن ازاي الناس طبعا اللي عارفه جاك. فالنهارده انا جاي بقول لكم اول خطوه ازاي تعمل الجاك بتاعك، او الناس ما تعرفش جاك ازاي تبدا عن طريق المايك والبرمجه، تبدا تتعرف على الكلام اللي انت بتقوله. تمام، طبعا التعرف اللي هنقوله ده طبعا هيبقى انجليزي. يعني تيجي تتكلم مثلا انجليزي تقول له مثلا هاو ار يو، تمام، تلاقي الكمبيوتر كاتب لك الكلمه اللي انت قلتها اللي هي ايه، هاو ار يو. تمام، فمعنى كده ان هو فاهم الكلام اللي انت بتقوله عن طريق المايك. تمام. طيب ايه المكتبه اللي احنا هنستخدمها في الموضوع ده؟ اللي هي سبيتش ريكوجنيشن. تمام، سبيتش ريكوجنيشن. الناس اللي هتيجي تنزلها هتقابلها شويه صعوبات. تمام، هتلاقي على الموقع الرئيسي بتاعها من على جوجل طريقه تنزيلها الصحيحه. تمام، وتتبع الخطوات كلها ومش وراها حته حته لحد ما هتعرف تنزلها باذن الله. تمام. طيب اول نقطه هي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين. تمام، عباره عن الميكروفون وعباره عن ايه، ريكوجنايزر. الميكروفون ده اللي هو اللي انت هتتكلم من خلاله. الريكوجنايزر اللي هو هيبدا يتعرف على الكلام اللي انت هتقوله. تمام، فانا لو خدت بالك انا عامل مكتبه اسمها جيت فويس، عامل فانكشن اسمها جيت فويس. تمام اهي، وكاتب جواها هنا ايه، واخد اوبجكت من الريكوجنايزر مسميه ار. تمام، واخد اوبجكت من الميكروفون مسميه ام. تمام، وبقول له جوه بقى عن طريق ام كمصدر ابدا ظبط النويز بتاعتك. تمام، with m as a source. تمام، ابدا الار دوت adjust for ambient noise. تمام، عشان يظبط للسورس ده النويز بتاعتنا. تمام، وبعد كده يبدا يقول لك قول الكلام اللي انت عايز تقوله. تمام، وبعد كده بيبدا يعمل ايه، بيبدا يعمل listen لمين، للام او السورس بتاعك. تمام، بعد كده لما يبدا ياخد الكلام وفعلا خلاص عمل ريكوجنايز او عمل لسن للكلام، يبدا يقول لك ان هو دلوقتي هيبدا يشتغل عليه. كود سهل جدا على فكره. تمام، طيب بيبدا بقى هو اصلا احنا بنشتغل على ايه؟ لازم نت عشان يشتغل البرنامج ده. ليه؟ احنا بنتعامل مع مكتبات بتاعه جوجل، بنتعامل مع الاي بي اي بتاع جوجل بتاع الريكوجنايزر اللي هو زي ما انت بتلاقي على الموبايل كده. تمام، حلو. فهتلاقي عندك ان يجي هنا بيقول لك الفي، يعني الفي ده اللي هو السترنج او كام اللي هيطلع، هيساوي الار دوت ريكوجنايز مين، الاوديو ده اللي هو مين اللي احنا استمعناه اهو. تمام، خرجنا هنا بالاوديو، خدنا الاوديو هنا حطيناه في الريكوجنايز بتاع جوجل عشان يبدا يتعرف على الصوت. تمام، بعد كده قلت له اعمل مين، برنت للفي واعمل ريتيرن للفي. تمام، كده البرنامج يخلص. تعالى كده نجربه، برنامج سهل جدا. ماي نيم از عمر. تمام، هو كده خلاص هو بدأ يتعرف على الصوت بتاعي من خلال النت، بدأ يبعت الصوت. تمام، وهيبدأ يستقبل دلوقتي الكلام اللي هو هيقوله. هو بس انا عندي النت وحش شويه فهو بيتأخر مش اكتر، مش متأخر قوي يعني. بس ماي نيم از عمر. تمام، برنامج سهل جدا وبسيط وما فيهوش ادنى مشكله. طبعا التوسيعات بتاعته متكبر الموضوع بتاعه، فانت هتستخدم طبعا مكتبات تانية واكواد تانية كتير. تمام، ده اول فيديو. طبعا انا بشرح بس حاجات سريعه كده. تمام، البرنامج اصلا الكبير كله وراح فين، او واحد اهو. تمام، ده البرنامج الكبير كله اللي انا كنت عامله، ده جزء من جاك وبقيت جاك اهوت. تمام، طبعا ده كود اللي هو بالسي اللي بيبدأ يفهم الاكواد. تمام، وده بقية الكود، يعني دي مكتبة اتش دوت اتش، دي مكتبة، وده الكود التاني اللي يبدأ بقى يشغل فعلا فهم الكلام معناه ايه. يعني لما تقول مثلا هو ار يو او هاو ار يو، يبدأ يفهم معنى كلمة هو ار يو او هاو ار يو دي ازاي. تمام، بس ده الفيديو. اتمنى انه يعجبكم واراكم على خير. يلا، سلام عليكم.